ارتفعت الحصيلة ديال زلزال تركيا وسوريا المدمر إلى 100 القتلى والجرحى. أكد مسؤول كبير في قطاع الصحة السوري أن الزلزال القوي أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة أكثر من 600 آخرين في سوريا. ووضح واحد المسؤول اللي هو نفسه مساعد وزير الصحة السوري، أكد أن حصيلة الزلزال ارتفعت ل 237 من القتلى و 639 جريح. وقال المركز الألماني للأبحاث في علوم الأرض أن الزلزال وقع على عمق عشرات الكيلومترات بالقرب من مدينة كارهامان ماركش اللي كتواجد بجنوب تركيا. بينما قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أنه كاين احتمال حدوث موجة مد عملاقة اللي هي تسونامي. ومن جانب آخر أعلنت فرق الدفاع المدني الخود الابيض ان شمال غربي سوريا هي منطقه متضرره بزاف من هذا الزلزال، وان هذه المنطقه هي كتعاني من نقص من الامكانيات وعدم التوفر على مراكز الايواء ونقاط التجمع الامنه في هذه الظروف. وزيد عليها حتى العاصفه والثلج ودرجات الحراره المنخفضه اللي غادي تخليهم يعانيوا بزاف، والسبب اللي غادي يخلي عدد الوفيات يزيد يتكاثر.